السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. الا كنتو جداد ما تنساوش ديروا الاشتراك وتلايكيو لا فيديو الا عجبتكم. علاش لا؟ اليوم غنشارك معكم بريوش مورق كيجي يا سلام. في هاد الايامات هادو دار واحد الضجه في تيك توك، فين ما مشيت كنلقاه. داكشي علاش قلت نجربو. وبنفس العجين غنحضر معكم هاد لي كرواسون هادو اللي كيجيو مورقين، المهم كيجيو واعرين. هنا درت 600 غرام ديال الدقيق، كنضيف عليه 4 المعالق ديال السكر، ومن بعد كنضيف عليهم 2 معالق ديال الخميره ديال الخبز، ومن بعد كنضيف شويه ديال الملحه مع تقريبا 150 مل ديال الماء يكون دافئ غير على حساب ديك الخميره باش هكايا تذوب. وصافي من بعد كنضيف 4 المعالق ديال الزبده، ما تكونش مذوبه، ما تكونش، المهم تكون على الحراره ديال المطبخ. وهنايا غنكمل بالحليب يكون دافئ. كنعجن كل شيء مزيان في عجانه كهربائيه ولا باليد اللي بغيتو. المهم ضروري خاص العجين يتعجن مزيان مزيان حتى كتحصلوا على هذا القوام هذا. وصافي هنا كنخليه يرتاح. انا خليته يرتاح ساعتين حتى كيخمر مزيان مزيان. كنغطيه هكايا بالفيلم اليمونتير وغنخلي العجينه تخمر مزيان. ضروري خاصكم تخليوها على الاقل ساعتين حتى ل3 سوايع من الاحسن. وصافي ديروها على هكايا حراره ديال المطبخ ديالكم. الا كان عندكم البرد بحالي انايا، خديت الفران درتو على 20 درجه، طفيت عليه وعاده دخلت ليه هاد لاباط هادي حيتاش صراحه ما كيخمر ما بغاتش تخمر ليا في الاول. صافي ومن بعد ما خمر البريوش اولا العجين هكايا، غنحيد منه كاع ديك الخميره. بهاد الطريقه هادي غنديكازيه مزيان. وصافي كيف ما كتشوفوا ضروري خاصكم تحيدوا ديك الخميره مزيان باش هكايا تخدموا لاباط من بعد. صافي هكايا كنرش عليها شويه ديال الدقيق وكنطلقها بالدلاك حتى كنحصل على شكل مربع كبير. وصافي وهنايا انايا من بعد ما شكلتها على شكل مربع كبير، خديت 250 غرام ديال الزبده. تقدروا تستعملوا الزبده الخاص بالتوريق، تقدروا ديروا غير المارغرين علاش لا، اولا الزبده النباتيه كيف ما كيسميوها. انا هنايا استعملت الزبده حيوانيه، الزبده العاديه. وصافي المهم كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما طلقت لاباط على شكل مربع كبير، خديت الزبده. هو صراحه هاد الطريقه هذه غير انا اللي درتها حيتاش نورمالمون هاد لابغيوش هذا كيتخدم بالطريقه الكلاسيكيه، يعني ديروا داك الطريق، ولكن انايا فيا العجز بزاف، ما كتعجبنيش ديك الطريقه، كتاخذ ليا بزاف ديال الوقت وفي الاخير ما كنشوفش الفرق بزاف. يعني نقدروا نقولوا كاين واحد 10% ديال الفرق، ولكن كنفضل انني ندير هاد الطريقه هذه اللي ما كتاخذش ليا الوقت وفي نفس الوقت كنحصل تقريبا على نفس النتيجه. ولكن الا بغيتو تخدموا الطريق العادي كيف ما كيورقوا داك البلان ديال الزبده مربعه، ندخلوا داك الشيء كامل، انا ما درتوش انا نهائيا. درت هاد الطريقه هذه وليت معتمده عليها، لا بالنسبه للعجين مورق لا الكرواسون كلشي، اي حاجه غنديرها كندير هاد الطريقه هذه كتجي واعره وكتجي، المهم اي حاجه درتها بهذه الطريقه هذه كتجي مورقه. وصافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما طويت العجين على هذا الشكل هذا غنحاول نطلقوا شويه بشويه. انا ديجا ديك الزبده اللي غابيت في لاباط يعني ديجا بارده، يعني قدرت نخدمها دابا نيت. وصافي كيف ما كتشوفوا دابا غنطلقها حتى كنحصل على مستطيل كبير. ضروري ديروها على شكل مستطيل بهذه الطريقه هذه، وفي نفس الوقت كنطويها بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه لذاك وبالنسبه للزبده صراحه ما دابتش نهائيا حيتاش اصلا كاين البرد، وفي نفس الوقت الزبده ملي خدمتها بارده. وصافي كنطويها بهذا الشكل هذا. وداك الطريف اللي بقى ليا انا قطعته باش هكايا بلا ما نتعذب معاه وصافي ومن بعد ما طويتها في نفس الوقت عاوتاني طلقتها على شكل مربع كبير باش هكايا نخدم بها لي كرواسون والبغيوش. وصافي هنا من بعد ما طلقت لاباط كنقدها هكايا من الجناب وكنقطعها على هذا الشكل هذا. صافي وكنطوي فيها على شكل وكنغولي فيها بهذه الطريقه هذه. صراحه هاد لي بغيوش المورقين انا ملي شفتهم هكايا في تيك توك وكلشي كيديروهم على شكل صغير وكيبلوكيوهم في سيركل صغير، ولكن انا ما متوفرينش عندي هذوك لي سيركل صغار. داكشي علاش درتو على شكل كبير هكايا باش يجي بغيوش كبير كيف ما كتشوفوا هنايا. وصافي وبالنسبه لذاك الطرف الاخر اللي بقى ليا درتو على شكل لي كرواسون. صراحه طلعوا لي كرواسون ناجحين
من هاد لاباط هادي. طلعوا واعرين ومورقين بزاف. وصافي هنايا كنطوي كنسالي من وصافي هنايا من بعد ما شكلت البغيوش خديت سيركل ديال 18 سنتيمتر غنبلوكي فيه داك لابغيوش. نورمالمون كيف ما كتشوفوا راه خليت واحد المساحه شويه، ولكن من بعد ما كيخمر كيجي هو هذاك مع هذا السيركل هذا فيه 18 سنتيمتر. وصافي هنا من بعد داك العجين اللي بقى ليا غنشكلو على شكل كرواسون. صراحه طلع مورق وغزال بزاف بزاف بهذا العجين هذا. صافي كنشكلهم، كان درتهم شويه صغار يعني ما درتهمش كبار، ومن بعد كنديرهم في لاطا وكنخليهم حتى كيخمروا مزيان. بالنسبه للبغيوش خدا ليا انايا ساعتين في الوقيته اللي خمر فيها، ولكن على حساب لا طومبيراتور اللي عندكم في الدار. انا عندنا البرد بزاف صراحه، داكشي علاش ما كيخمروش ليا دغيا. وفي الاخير تسنيت ساعه ما لاحظتش نهائيا الفرق. مشيت عاوتاني شعلت الفران ديالي على 20 وطفيت عليه، وعاد دخلت ليه اللي بغيوش هاد لي كرواسون هادو عاد هداهم الله يخمروا. ولكن ملي كتكون لا طومبيراتور عاديه في الدار راه دغيا كيخمر، ما كياخذوا ميم با 40 مينوت، راه ما كياخذوا ميم با 30 دقيقه 40 دقيقه صافي راه كيوجدوا. المهم كيف ما كتشوفوا دابا من بعد ما شكلت هاد لي كرواسون هادو خديت لاطا درت فيها الورق ديال الطهي وحطيتهم. انا هنا درت 6 في اللاطا اللي عندي باش خفت لا يتلصقوا ليا، وصافي خليتهم حتى ارتاحوا مزيان حتى تنفخوا مزيان. دابا غندوزو للكريمه اللي غنحشي بها داك البغيوش. درت هنايا 50 سنتيلتر ديال الحليب مع واحد الساشي ديال لا بريباراسيون ديال لا كريم باتيسير. تقدروا ديروا في بلاصتها 3 صفار ديال البيض مع ملعقه ديال النشا. هنايا انا ضفت عاوتاني ملعقه ديال النشا حيت بغيت لا كريم يجيني متماسك بزاف. صافي كنخلط كلشي مزيان مزيان. عاده كنضيف عليهم هنايا 2 معالق كبار ديال الكاكاو وصافي. بالنسبه لهاد لا بريباراسيون هادي الا ما عندكمش ديك لا بريباراسيون ديال لا كريم باتيسير كديروا 50 سنتيلتر ديال الحليب مع 3 صفار ديال البيض مع 3 المعالق ديال النشا و4 المعالق ديال السكر باش هكا تحصلوا على كريم باتيسير. ولكن انا كان عندي هذاك في الدار، داكشي علاش درتها بهذه الطريقه هذه. صافي كنخلط كلشي مزيان على نار مهيله حتى كيعقد ليا داك لا كريم بهذه الطريقه هذه، وكنضيف عليه ملعقه كبيره ديال الزبده كيف ما كتشوفوا، وكنعاود نخلط في لا كريم مزيان مزيان حتى كنحصل على ديك الكريمه اللي كتجي ليس، اللي كتجي كريمه زوينه يعني كتجي بحال الكلاصاج هكا كتبغي شويه. ما عرفت راه عندي المشكل ما كنقدرش نشرح بزاف، ما كنعرفش نشرح بزاف. وصافي هكا كنخلط فيها وكنخليها على جانب حتى كتبرد مزيان. ضروري خاصها تبرد مزيان. في هذه الوقيته هذه لي كرواسون ديجا خمروا كندهنهم بالصفار ديال البيض اللي ديجا خلطته مع شويه ديال الحليب. كندهنهم مزيان مزيان من جناب من كلشي باش هكايا في الطياب يجيوكم زوينين. وهنايا بالنسبه لذاك لابغيوش حتى هو راه صافي وجد حتى هو كندهنوه بالصفار ديال البيض مع شويه ديال الحليب. ومشات ليا واحد اللقطه فين رشيت عليه السكر سنيده. انا رشيت عليه سنيده ومن بعد كندخلو للفران. بالنسبه للمده ديال الطهي طيبت هاد لي كرواسون هادو داك لابغيوش على 170 درجه. كيف ما كتشوفوا هاد لي كرواسون هذا كيجي مورق بزاف بزاف وهشيش بزاف بزاف. اكيد غيعجبكم الا جربتوه. سيرتو ساهل ما فيه بزاف ديال التوراق وداك الشيء كامل. وصافي هنايا انا خليتهم هكايا غير طبيعي ما عمرتهم والو. هنايا لا بغيوش من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا جا مورق وجا كروستيون بزاف بزاف. هنا كنتقبوا بهذه الطريقه هذه من التحت، وكناخذ ديك الكريمه اللي ديجا وجدت خليتها حتى بردت مزيان، وعاده ضربتها عاوتاني بالضراب مزيان مزيان. انا هنا درتها غير في صاك عادي. تقدروا تستعملوا داك الكيس الحلواني، انا ما كانش عندي في الدار، داكشي علاش عمرته غير بهذه الطريقه هذه. وصافي وكبيت عليه ديك الكريمه اللي بقات ليا من الفوق بهذه الطريقه هذه، ورشيت عليه شويه ديال النوازيت. تقدروا ديروا اي حاجه تزينوا اي حاجه من الفوق. صراحه طلع واعر بزاف بغيوش مورق، وفي نفس الوقت جا كروستيون، جا لذيذ بزاف بزاف. نتمنى تعجبكم لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك وديروا الاشتراك الا كنتو جداد في القناه، وهكايا غتعطيني بزاف ديال الكوراج باش نبقى نشارك معكم هكايا مره من الفيديوهات. وبصحه والراحه.